السلام عليكم مشاهدينا الكرام. اليوم غادي نخرجوا من دائرة الأخبار العادية وغادي ندخلوا لعالم الكواليس. إخواني، قضية مولينكس اللي شاغلة الرأي العام المغربي اليوم غتاخذ منعطف خطير وصادم. معطيات جديدة خرجت للعلن ومستجدات كتقول باللي اللعب ولا مكشوف. اخواني، بغينا نسولو واش مولينكس فعلا كان ضحيه نصب من اقرب الناس ليه، وفين مشات الملايين اللي كانت مخبيه في مراكش. بقاو معايا اخواني، حيت هادشي اللي غتسمعوه اليوم غيغير نظرتكم لهذا الملف كامل ديال مولينكس. خلونا نبداو من الساس اخواني، وبطبيعه الحال هذه هي احسن طريقه باش نعرفوا الخبايا ديال هذا الملف. كاع الناس كيسحب ليهم باللي مولينكس ما عنده والو في المغرب، ولكن الحقيقه هي ان هذا السيد كان داير بنك بشري في مدينه مراكش. يعني اخواني، كانت عنده ازيد من 45 مليون سنتيم مخبيها عند واحد السيده اللي كيتيق فيها ثقه عمياء. غادي تسولوني علاش؟ حيت ما عنده حتى كونت بنكي في المغرب. هاد الفلوس كانت مخصصه باش يشري شقه في المدينه الحمراء يعني مراكش، ويستقر فيها ملي نزل من فرنسا. الصدمه اخواني هي ان هاد السر ما كانش عارفوه حتى واحد من العائله ديالو. نقدر نقول لكم لا مولا اختو من غير اختو حسناء والهام، ومن دخل الحبس وتزير نطق بالسر ديالو، ومن هنا بدات المصيبه والتقليبه الكبيره. اخواني اخواتي، هنا كيبان واحد الطرف جديد، الشخص اللي كيسميوه مومو الكبير. هاد السيد دخل على الخط وباع الوهم الالهام والعائله ديال مولينكس. قال لهم المحامي اللي عندكم ما غيدير والو، انا عندي محامي كيجمد الماء في الكاس، وغادي يخرج مولينكس بالبراءه في ظرف عام. يعني قال لهم عطيوني عام واحد، انا غادي نخرج لكم مولينكس بالبراءه. وباش تكتمل المسرحيه، الهام والعائله ديال مولينكس بداو كيجمعوا في الفلوس باش يرضيو هذا المخلص ديالهم والمنقذ ديالهم اللي هو مومو الكبير. اخواني، الفلوس اللي كانت عند السيده في مراكش والفلوس اللي جمعتها الهام من المحبين في الكواليس كلها تحطات فوق الطابله، ولكن السؤال فين مشات هذه الفلوس؟ المعطيات اللي خرجات دابا اخواني اخواتي واللي بقى سخونه كتقول باللي وقعت اكبر عمليه. هاد مومو الكبير اللي كيدعي انه يده واصله، كتقول الاخبار انه خدا مبلغ صحيح، ولكن المحامي اللي جاب ما خدا منها غير الفتات. وشي تقارير كتقول باللي المحامي ما وصلوش حتى جزء بسيط من داكشي اللي تصرف، والنتيجه مولينكس باقي غارق والتهم ثقيله: اتجار بالبشر، حيازه فيديوهات مخله، والربح المادي من القاصرين. المحامي القديم لعيناته السفاره الفرنسيه جريتوا عليه بهذا المصطلح، والمحامي الجديد اللي وعدكم بالمعجزات وباللي غادي يخرج لكم مولينكس صدق غير تخربيق وخوا خاوي. وزيدكم اخواني اخواتي، هادي مومو الكبير اللي داير فيها بطل راه جالس في تركيا وما يقدرش يحط رجلو في المغرب. غادي تسولوني علاش؟ حيت ناض كيهدد وكيسجل للناس، ووصلات به الجرأة يقول باللي هو اللي جلب المحامي صوفي والمحامي شاطو باش يضروا مولينكس. والرد اخواني كان سريع. الاساتذه صوفي وشاطو حطوا به شكايات مباشره بتهم السب والقذف والابتزاز. السيد دابا وحل واحد الوحله خايبه اخواني، هادشي اللي نقدر نقول. والواتساب المغربي ديالو طفى حيت خايف من المتابعه. اذا اخواني، شكون اللي بصح كان كيقلب على مصلحه مولينكس، وشكون اللي استغل المحنه ديالو باش يعمر الجيب ديالو؟ هذه القضية إخواني أخواتي دابا في الاستئناف، والنيابة العامة ما جلباتش حكم 6 سنين وبغات تشدد العقوبة. وعائلة مولينكس وبالضبط إلهام لقات راسها خاوية الوفاض. لا هي خرجت مولينكس ولا هي بقات عندها الفلوس اللي جمعات. الحقيقة المرة هي أن في عالم البوز والسوشيال ميديا الذئاب كيتسناو غير الفرصة فين يغمسوا في الجميلة إخواني بهذا المصطلح. مولينكس اليوم كيواجه مصير بوحدو، وهذا الشيء اللي كاين إخواني. والسلام عليكم ورحمة الله.